مش عارف انا بقى دلوقتي زكريا هيخش عليا، هيقعد بقى ما يقعد يقرفني ويقعد يشتغلني ويقول لي بقى على الماتش، وانا مش عايز اقول له على حاجه. ما نشوف بقى يجي يعمل لي ايه ولا ده اهو. نعم. ايه يا عم انت اتاخرت عليا كده ليه؟ يا عم اتاخرت ايه؟ ما انا على طول على مسافه السكه. ما علينا مش مشكله، المهم دلوقتي انا خلصت لك المصلحه كلها الحمد لله. وعملت لك رحت النهارده السجل المدني ودفعت الفلوس وعملت كل حاجه، بس ناقص بس لازم انت تكون موجود. لازم يعني؟ قالوا لي لازم انت تكون موجود عشان انت لازم هتمضي. وانا كمان ظبطت لك كمان الموظفه اللي هناك، خلي بالك. موظفه؟ وانا اروح اقابل موظفه ولا ايه؟ موظفه اللي هي بقى اللي ماسكه الورق كله عشان تخلص لك بقى القصه كلها وتسلمك الورقه اللي انت محتاجها دي. هي بس ايه هتروح لها ان شاء الله، بس هتروح لازم تروح بدري بكره الصبح تصحى بدري. اروح فين بقى بالظبط؟ هتروح بقى السجل المدني، هتطلع على ايه، هتروح هتلاقي اسال على مدام اعتماد. ايه؟ اعتماد. اشمعنى اعتماد يعني؟ هو ده اسم ده؟ هو ده اسم؟ يا عم اسمها كده، انا نتريق على الناس يعني انت بعدين. ماشي يا عم خلاص ماشي. اسمها ايه؟ انا حاسس ان كلامك كده مش طبيعي، بس برضه هكمل معاك للاخر ما نشوف. لا هي اسمها مدام اعتماد. شكلك كده حاسس ضحكتك دي ما عشان يعني اتغلبتوا من شباب بلوزداد. بص يا عم، بص مش انت قلت لي بص ما تكلمنيش في الكوره. طيب عشان ما ماشي. مش انت دلوقتي قلت لي احنا دلوقتي جايين نتكلم جد في مصلحه، فما تدخلنيش في الكوره وبتاع. حصل انا جبت صوره الكوره بقى، انت اللي مقلق اهوت، ما اعرفش ليه انت مالك من مدام. ماشي يا عم ماشي يا ابو سيد. المهم هتروح لمين؟ مدام. قول لي اسمها ايه عشان ما تنساش. اعتماد. انا بقول لك عشان تبقى فاكر بس يا عم حافظها يا عم. ايوه يعني عشان بس ده ما تتنسيش يا عم بالذات النهارده. طيب ماشي. المهم هتروح لها فين بقى؟ خلي بالك هم نقلوا فين؟ هم بقى دلوقتي في الدور الكام؟ الدور السادس. يا ابني السادس ايه ده؟ السادس ده بعيد قوي. لا يا ده كانوا في الخامس. ما هو نقلوا السادس، راحوا جابوا 2 مقاولين او عاملين لهم بنينهم دور كمان. مش قلت لك ان انت مش طبيعي وحاسس ان انت كده بتحفل عليا؟ ليه يا عم يا خرابي يعني. ما هو اشمعنى يعني النهارده السادس واعتماد يا عم ظلمني كده يا عم اصل هي كانت قاعده في الدور الخامس يعني اللي هو السادس. هو في حاجه بقى على حالها ده، اصبر ربنا يستر ممكن يبنوا السابع والثامن. اصل السادس بعيد. ما في اسانسير، ده انتوا راكبين اسانسير ايه؟ ده الاسانسير بتاعهم دلع بص طالع نازل كده، طالع كهرباء. والله حرام عليك. شغال كهرباء. بقول لك ايه يا احمد، يقوم شغال الاسانسير. بقول لك ايه يا عم، البصمه بتاعت الاسانسير كده. خلصت في الموضوع ده، انا مش عايز اتكلم بقى في الموضوع ده. شوف انت خلص المصلحه ولا لسه يعني؟ هو اصل ما عادش في بقى صاحب الرشاوي اللي كنا بندفعها لك ما عادتش موجوده. امال ايه دلوقتي؟ المكان ده ما فيهوش رشاوي ولا في بقى فاهم مجاملات ولا كلام من ده، خلاص فلازم انت تعمل بنفسك. انت تفضل تعتمد كده على الغير على طول يا صباح. انا تعبت من الموضوع ده. يا اخي اعتمد على نفسك بقى. تعبت والله. وبعدين انا عايز افهم حاجه، اسمك بقى خلاص اتكلمنا في الجد اهو. اتكلمنا في الجد. خلينا بقى في الهزار. لا تعال. بقول لك ايه يا عم انا همشي. لا انا همشي. لا خلاص. هتحفل عليا ولا يا عم لا خلاص ما انا حرام على حاجه. صدق تؤمن بايه؟ وانت بالله. اقسم بجلاله الله يا زرمباح انت وفريقك ده نعمه في حياتي، وجودكم نعمه. اشمعنى بقى؟ ليه بقى؟ عشان انا قسما بالله من يوم ماتش ريال مدريد وانا مش طايق نفسي. انتوا خليتوني اموف اون من الموضوع. يا عم ارحمنا بقى يا عم انا مش عايز اتكلم في الكوره يا عم. انتوا هتفضلوا مشرفينا كده كتير. خلاص ولا كتير ولا قليل بقى ده خلاص. انا تعبت. ده النهارده ده خبطتين في الراس توجع. خبطتين مين؟ طلعت المركز السادس. انا حاسس ان النهارده الماتش كان في ماتشين بقى احنا بنلعبهم. ماتش المقاولين بيكسبونا بينزلونا في الدوري، والماتش الثاني بنخسر في البطوله. انا عايز افهم. انا مش عارف، اول مره اشوف فريق بيخسر مرتين في نفس الوقت. انتوا كنتوا عايزين تروحوا تلعبوا ريال. ارحمنا بقى يا عم ارحمنا. ازاي؟ يلا يا عم انا عايز امشي. يلا يا عم انا عايز امشي. مع السلامه. سلام.